كانت طروحات حول المواقف ديال الحكومه الاسبانيه، سواء ما هو مصرح به في الرساله ديال مارس اللي تكلمتي عليها، في التصريحات امام الامم المتحده وغيرها، او ما هو مضمر سكوتهم على واحد المجموعه ديال التصريحات والمواقف اللي في المغرب كتقول بان راه اسبانيول كيدعموا الموقف المغربي اللي ما بقاش عمليا هو الاستقلال الذاتي، ولا هو ستاتيكو ابد ابدين. دابا كانوا جوج ديال التفسيرات، واحد كيقول راه ربما شادين على بيدرو سانشيز وغيره من المسؤولين الاسبان مسائل بفضل التجسس ديالهم عليهم عبر التطبيق الاسرائيلي بيغاسوس. وكاين اللي قال او راه وقع مقايضه ديال احنا غاديين ندعمكم في قضيه الصحراء وانتم ضربوا الطم في القضيه ديال سبته ومليليه، ماشي تراجعوا على انها مغربيه ولا كذا، ولكن ما ديروا اي فعل مادي اللي غادي يحرجنا في القضيه ديال سبته ومليليه، وخليونا حنايا نعبروا على السياده ديالنا عليها ونتماداو في هذا الشيء. في تقديرك واش كاين شي شويه من هاد الطرحين ولا ما كاينش؟ فيما يخص الطرح الاول هو قضيه التجسس على رئيس الحكومه الاسبانيه بيدرو سانشيز بيغاسوس. قضيه تجسس المغرب بواسطه بيغاسوس على رئيس الحكومه بيدرو سانشيز، وان يكون قد اطلع على بعض الحياه الخاصه الى غير ذلك، انا شخصيا لا انفي التجسس، ولكن لا اقول على ان قضيه استراتيجيه مثل اتخاذ موقف في الصحراء او في سبته ومليليه سيخضع لعمليه التجسس، لان لو كان رئيس الحكومه الاسبانيه في موقع ضعيف وان يدرك وان يعلم الجيش بذلك وكذلك الاستخبارات لاجبروه مباشره على الاستقاله. لا ننسى على ان في 2014 ان الاستابليشمنت الاسباني هو الذي اجبر الملك خوان كارلوس على التنازل على العرش، بمعنى ان كان هناك استياء كبير من التصرف ديالو، كان هناك استياء كبير من اختلاس الاموال، كان هناك استياء كبير كذلك من بدء تسرب بعض الاخبار التي كانوا يعتبرونها انها من اسرار الدوله، لان خوان كارلوس كان ملك غير مسؤول خلال السنوات الاخيره من الحياه ديالو، بالتالي اجبروا خوان كارلوس. بالنسبه لرئيس حكومه فان العمليه سهله. انا اعتقد على ان الطرح هو الطرح الثاني، بمعنى ان هناك شبه مقايضه ما بين المغرب حاليا. المغرب يقول على ان هذا الملف هو ملف قديم، ملف سيتطلب بعض الوقت، ملف يمكن ان نتركه للملك المقبل، كما كان يقول الحسن الثاني ان ملف سبته ومليليه سيتركه للملك محمد السادس. الملك محمد السادس الان يركز على قضيه الصحراء وربما سيترك الملف الاخر، لكن رغم أن الحسن الثاني كان هو كذلك يؤمن بهذا، لم يكن يصمت نهائيا على قضية الصحراء، على قضية سبته ومليليه، كان دائما يستحضرها. بل كنا نرى على أنه منذ الانتقال الديمقراطي إلى رحيل الحسن الثاني كان الإسبان يحرصون. عفوا، كتقول الانتقال الديمقراطي اسبانيا؟ لا انتقال ديمقراطي في اسبانيا بطبيعه الحال، لان احنا باقي ما عندناش انتقال ديمقراطي. الى نهايه التسعينات رحيل الملك الحسن الثاني كان الاسبان يحرصون كل الحرص على ان لا يقلقوا المغرب في قضيه سبته ومليليه. لم يزر اي رئيس حكومه سبته ومليليه، لم يتجرأ الملك خوان كارلوس على زيارة سبته ومليليه، بل كانوا يتجنبون حتى الإجابة على سبته ومليليه اللي هي إسبانيا. إذا كانوا في المغرب يقول لك هذا ملف سنراه لاحقا،